أمور كتير شاغلة بالنا وعقلنا، وبندور عليها ونسعى ليها من هنا لهنا، من علوم لفنون لسياسة ورياضة وأي مواضيع ممكن بيها نسلي وقتنا. أما صحتك ورشاقتك ولياقتك هتلاقيها بس عندنا، لأن صحتك هتبقى هي كل همنا. تابعونا كل يوم خميس الساعة 6 مساء مع سالي لطفي والمعدة منار الزنيتي على إذاعة علشان بلدنا، في برنامجنا وبرنامجكم صحتك تهمنا. مستمعينا في كل مكان، مستمعي إذاعتنا الجميلة إذاعة علشان بلدنا، أهلا وسهلا بيكم. معاكم سالي لطفي في حلقة جديدة من برنامجكم صحتك تهمنا. وحشتوني جدا يا أصدقائي، وسعيدة جدا أني معاكم النهاردة في حلقة جديدة من برنامجنا. موضوع النهاردة موضوع شيق جدا، واتمنى يا رب ان هو يعجبكم. في البداية احب اقول لكل اللي بيسمعوني يا ريت يركزوا معانا، سواء شباب او بنات. حلقة النهاردة هتفسر لكم حاجات كتيرة قوي بتحصل، وللأسف محدش فينا عارف هي سببها ايه. ومن الممكن كمان ان المتزوجين لو ما فهموش ده كويس ممكن لا قدر الله الامر يوصل بيهم للانفصال. طبعا اكيد عارفين كلنا ان في بينا فروق كتير واختلافات، وربنا سبحانه وتعالى خلق الناس وفرق بينهم وجعل لكل شخص طباعه وخصائصه المميزة. فالرجالة مثلا متشابهين مع بعض في حاجات، وبيختلفوا كمان بيختلفوا عن بعض في حاجات تانية. والستات مختلفين عن الرجالة، والست مختلفة عن الست كمان اللي زيها. كمان يا أصدقائي العقل بيختلف من شخص لآخر، فعمرنا أبدا ما هنلاقي راجلين على وش الأرض متطابقين في كل حاجة، سواء كان الذكاء، الفهم، الاستيعاب، أو حتى المعلومات. فما بالنا بقى في الاختلافات اللي موجودة بين الرجالة وبين الستات. وربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: وليس الذكر كالأنثى. طيب، كلنا عارفين ان في اختلافات كتيرة جدا بين الست وبين الراجل، وفي اختلافات بين الرجالة وبعضهم، وستات كمان في اختلافات بينهم وبين الست كمان اللي زيها. وعلى الرغم من وجود اختلافات اجتماعية وثقافية وعاطفية وكمان سلوكية، في بحث جديد قدر يتوصل لجذور الاختلافات المحيرة دي اللي موجودة داخل الدماغ، واللي بسببها نشأ الاختلاف بين الراجل وبين الست في أمور كتيرة قوي. البحث ده قال ان في دماغ الراجل والست حاجات كتيرة جدا متطابقة، لكن بلا شك طبعا بيختلفوا في الحجم والشكل والحساسية. فمثلا حجم دماغ المرأة بيقل عن حجم دماغ الراجل بنسبة تتراوح من 10 ل 15%. طب يا ترى البحث ده كشف ايه كمان؟ وايه الفرق بين دماغ الراجل والست؟ وازاي بيتم الادراك والتفكير؟ وايه تأثير الاختلافات دي ما بينهم؟ هو ده بقى موضوع حلقتنا النهاردة، واللي من خلاله هنعرف فروق كتير بين دماغ الراجل ودماغ الست. لكن بعد الفاصل ابقوا معنا. ورجعنا لكم تاني من الفاصل، ولسه مكملين معاكم النهارده في برنامجنا صحتك تهمنا على اذاعتنا الجميله اذاعه علشان بلدنا. واحب افكركم اننا قبل الفاصل كنا اتكلمنا ان في فروق كبيره جدا بين الراجل وبين الست، وعرفنا كمان ان في بحث جديد توصل لتفسير ايه اللي بيحصل ما بينهم، والفروق اللي ما بينهم دي سببها ايه. وعرفنا كمان ان في فرق كبير جدا بين مخ الراجل والست، وان الاختلاف ده بينتج عنه حاجات كتيره جدا. طب يا ترى الاختلاف ده مصدره ايه؟ من اهم اسباب الاختلاف اللي موجود ان المرأة بتستخدم معظم دماغها لما بتكون بتعمل اي حاجة، حتى لو بتهز صباعها. يعني اي سلوك ممكن يصدر من المرأة بتستخدم فيه معظم دماغها. وده اللي قاله دكتور مارك جورج، اخصائي الطب النفسي والاعصاب بجامعة ساوث كارولينا. فقال ان ده سببه في ان حركة الاعصاب عند المرأة بتتوزع بصورة كبيرة جدا في دماغها. وعلشان كده لما المرأة بتيجي تفكر في العمل كل خلايا دماغها بتشتغل. أما الراجل لما بيركز في العمل فالأعصاب عنده بتبدأ تشتغل، لكن بمسافات محددة أقل من المرأة بكتير. طب ليه؟ ويا ترى ده تفسيره إيه؟ قال إن السبب في ده هو الجسر الجاسئ. يطلع إيه بقى الجسر الجاسئ ده؟ الجسر الجاسئ ده يا أصدقائي هو جسر من الألياف العصبية الموجودة في وسط الدماغ، ودي بتكون سميكة جدا عند المرأة أكتر من الراجل. طب ده بيعمل إيه؟ ده بيسمح للمرأة إنها
يحصل في دماغها تداخل بين الحدث العاطفي الموجود في الجزء الأيمن من الدماغ مع الجزء الأيسر الخاص بالتفكير. يعني الجزء الأيمن ده هو اللي فيه العواطف، والجزء الأيسر هو اللي مختص بالتفكير، تفكير المنطقي طبعا. فالمرأة عندها الألياف العصبية دي بتكون سميكة شوية، يعني بتسمح بتداخل الحدث العاطفي مع التفكير المنطقي، وعلشان كده دماغ الست بتقدر تقوم باتصالات مش ممكن أبدا إن الراجل يعملها. وده اللي بيصفه الناس بالذكاء العاطفي أو الحاسة السادسة زي ما بنقول. وده كمان يا جماعة بيفسر لنا ليه الراجل بياخد وقت كبير جدا في قراءة كتاب أو جريدة وما بينتبهش للأصوات اللي حواليه، زي مثلا جرس الباب أو نباح الكلب. وده لأن الراجل بيكون قادر على التركيز بقوة في اللي هو بيعمله. نيجي بقى للناحية العاطفية. هتلاقي إن دكتور مارك جورج بعد فحصه لدماغ الراجل والمرأة لما بيتعرضوا لذكريات عاطفية، يا ترى لقى إيه؟ لقى إن الدماغ بتتجاوب بشكل مختلف عند كل واحد فيهم، خاصة في حالة الحزن. فعلى الرغم من إن الراجل والمرأة وارد إنهم يتعرضوا لنفس التجربة بنفس الموقف بكل ما فيه، إلا إن تأثر كل واحد فيهم مختلف عن التاني. طب يا ترى مين فيهم اللي بيتأثر بالحزن وبيكون عرضة أكتر للاكتئاب؟ طبعا كلكم وكل اللي بيسمعونا دلوقتي وخصوصا الشباب هيقولوا طبعا الست، ما هي نكدية، والستات زمانهم قالوا احنا لاننا طبعا كائنات رقيقة، انما الرجالة ما فيش حاجة بتفرق معاهم ومن الصعب قوي ان حاجة تأثر فيهم. هقول لكم انا بقى اللي قاله دكتور مارك جورج بعد البحث اللي عمله. دكتور مارك جورج بعد الابحاث اللي عملها وجد ان الحزن بينشط الاعصاب في دماغ المرأة بمساحة 8 اضعاف المساحة في دماغ الراجل. نقول تاني، الحزن بينشط الأعصاب الموجودة في دماغ المرأة بمساحة 8 أضعاف المساحة في دماغ الراجل. فعشان كده بتكون القابلية للكآبة والحزن عند المرأة أضعاف مضاعفة عن الراجل بكتير. يعني الستات مش نكديين ولا حاجة، لكن ده بيرجع للطريقة اللي بيتفاعل بيها المخ والأعصاب مع الحزن. كمان دايما الكل بيقول على الستات انهم حساسين قوي، بيحسوا باللي حواليهم. وبنسمع الكلمة دي لما تقدر الست انها تتعرف على مشاعر اللي حواليها على الرغم من انه مش باين عليهم. تلاقي الناس بتقول ايه ده، هي عرفت منين؟ هو الرادار الانثوي اشتغل ولا ايه؟ هي بقى الحاسة السادسة اللي عاملة كل ده. طب يا ترى هو الكلام ده فعلا صحيح، ولا ده كلام الناس بتقوله وملوش اي اساس من الصحة؟ تصوروا ان كلمة الرادار الأنثوي دي فعلا كلمة صحيحة. وده اللي اكتشفه دكتور راكل جور الدكتورة راكل جور أخصائية الأعصاب، وزوجها الدكتور روبن جور أخصائي علم النفس. ودول أساتذة بجامعة بنسلفانيا اهتموا بدراسة الفروق الموجودة بين دماغ الراجل ودماغ الست، واتضح لهم أمور كتيرة جدا من خلال الدراسة. يا ترى بقى هم اكتشفوا ايه؟ وجدوا ان دماغ المرأة بيكشف عواطف الاخرين بشكل دقيق جدا. هتقولي طب ما اي حد سواء كان راجل او ست يقدر يعرف ان اللي قدامهم مبسوط وسعيد من غير حتى ما يتكلم، السعادة دايما بتبقى باينة على الوش. فعلا الكلام ده صحيح، لكن الحزن وجدوا ان من الصعب جدا على الراجل معرفة الحزن في المرأة. وعلشان كده قال دكتور روبن جور ان لازم الحزن يظهر على وجه المرأة ويبان عليها. يعني لازم يبان عليها فعلا ان هي حزينة علشان الراجل يقدر يعرف ان هي فعلا عندها مشكلة او انها زعلانة من اي حاجة. ومن هنا هنلاقي تفسير لان دايما الواحدة بتقول انا جوزي ما بيحسش بيا، خطيبي مش مهتم بيا، ببقى زعلانة وما بيبقاش عارف، على الرغم من ان انا اي مشكلة ممكن تواجهه من غير حتى ما يحكي لي عنها بحس ان هو زعلان. نفسي يحس باللي جوايا من غير ما اتكلم زي ما انا كمان ما بحس بيه. فانا بقول النهارده لكل البنات اللي بيسمعوني اوعوا تزعلوا، ده فعلا مش ذنبهم، هنعمل ايه؟ ربنا خلقهم كده. لازم تنكدي عليه ويبان عليكي انك زعلانه علشان يقدر يحس بيكي. بس هو واحده تسمع الكلام ده وتروح تنكد على جوزها. لكن احنا لازم برضو نكون عارفين الفرق بين طبيعة الست والراجل، وكمان طبيعة دماغ الراجل ودماغ الست، وهو ده اللي احنا عرفناه من خلال حلقتنا النهاردة. فمش بالضرورة ان انت يعني لما هو ما يعرفش ان انت زعلانة يكون مش فعلا ما بيحسش بيكي. والكلام اللي البنات بتقوله ده سبحان الله دي حاجة كده من عند ربنا، ان تركيب الدماغ نفسه مختلف، فده مش ذنبهم.
فلازم كل واحدة بتسمعني النهاردة تعرف ان دي فعلا نعمة ربنا خصنا بيها ومش موجودة عندهم. امال ليه دايما الراجل بيقول على الست انها نصي الحلو لانها بتحس بيا من غير ما اتكلم؟ عندنا كمان حاجة بنلاحظها، اننا بنلاقي دايما ان البنت بتتكلم بطلاقة وتلقائية وبتبقى سريعة جدا في القراءة، اسرع من الراجل بكتير. طب يا ترى هو ده كمان ليه علاقة بتركيب دماغ الراجل والست؟ الاطباء قالوا ان السبب في كده هو ان الانثى بتستعمل مناطق الاعصاب الموجودة في جانبي الدماغ. كمان اكدوا ان الراجل على النقيض تماما من الست، لانه بيستخدم الاعصاب اللي موجودة في الجزء اليسار من الدماغ، وعلشان كده بتكون في مرحلة الرشد ليها قابلية للكلام اكتر بكتير من الراجل. فخدوا بالكم يا بنات من هنا ورايح، لو حد قالك انتي رغاية قوي اسكتي بقى شوية، اوعي تسكتي، قولي له لا انا بستخدم كل الاعصاب اللي موجودة في الدماغ، انما انت مركز على الشمال وبس. كمان دايما نلاقي الرجالة يقعدوا يقولوا ان الستات بيفضلوا بصحتهم طول الوقت واعمارهم طويلة، دول حتى بيموتونا وهم لسه عايشين، وكمان حتى لما بيتعبوا بيخفوا بسرعة ويقوموا زي الحصان. دي برضو ميزة ربنا خص بيها الستات، لأن الست زي ما قلنا بتستخدم الأعصاب اللي موجودة في الجانبين، وعلشان كده لو لا قدر الله اتعرضت لتلف في الدماغ أو أزمة قلبية بتقدر إنها بفضل ربنا تسترد صحتها بسهولة وسرعة. ودكتور مارك جورج قال إن المرأة لما بتتكلم أو بتقرأ بتنشط مساحة أكبر في شبكة الأعصاب أكتر من الراجل بكتير، وعلشان كده هي أقل ضرر لو تعرض جزء من الدماغ للتلف. وفي بقى سمة مهمة جدا جدا مميزة لكل الستات، انهم لما بيبقوا ماشيين في الشارع او على طريق سفر بتلاقيهم دايما بيهتموا بمعرفة تفاصيل الطريق بكل دقة، زي مثلا المكان ده فيه مطعم، وهنا فيه جامع، الحتة دي فيها محل شكله كذا وبيت شكله كذا والناحية اللي قصادها فيه ايه. تقدر تشوف كل حاجة بتفاصيل هي تحب انها تركز عليها. علشان كده نلاقي الست لما بتيجي توصف لحد الطريق بتعتمد في وصفها على الحاجات اللي زي دي، وترسم صورة للشخص كأنه بالظبط شايف المكان قبل ما يروحه، على العكس طبعا من الراجل مش بيهتم بالحاجات دي، لكن اللي بيهتم بيه هو المسافة. يعني مثلا بعد مسافة كذا هتلاقي المكان اللي انت عايزه، يعني لو هتسأله عن مكان يقولك امشي نص ميل شمال او غرب شرق. وعشان كده هنلاقي ان الكاتبة العلمية ديبور بلوم قالت: اعتقد ان الراجل يولد بمكون حيوي يمنحه القدرة في الاعمال المكانية، والراجل كمان عادة ما يحرز درجات اعلى في تمارين مثل ادارة ثلاثي الابعاد عقليا. وقالت كمان ان السبب اللي بيخلي الراجل يقدر يركن عربيته في مكان صغير جدا هو ان هو بيتولد بمكون حيوي. دي بعض الاختلافات اللي موجودة بين دماغ الراجل ودماغ الست، لكن يا ترى لسه في اختلافات تانية ناتجة عن اختلاف تركيب الدماغ الخاص بكل واحد فيهم؟ هو ده كمان اللي هنعرفه من خلال حلقتنا النهاردة واللي هنكمله معاكم بعد الفاصل. استنوني. مستمعينا في كل مكان، ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم موضوع حلقتنا النهاردة: الاختلاف بين الراجل والمرأة، او بصفة خاصة الاختلاف بين دماغ الراجل ودماغ المرأة، وايه الاسباب والنتائج اللي نتجت عن الاختلاف بين دماغ الراجل والمرأة. عرفنا كمان ان الاختلافات دي ممكن تؤدي لايه وبتخلي كل واحد متميز عن التاني في ايه. دلوقتي هنكمل معاكم ايه اللي بينتج كمان عن الاختلاف بين دماغ الراجل ودماغ الست. في حاجة مهمة جدا جدا الاختلاف الرهيب ده بيأثر عليها، وهي الذاكرة. فتلاقي مثلا الرجالة يقولوا: ده انت ذاكرة الست دي حديدية، من الصعب انها تنسى اي حاجة، لدرجة انك تلاقي الست بتفتكر اصغر الاشياء. فالراجل مثلا يقول لها: ايه التفاهة دي، انت لسه فاكرة الحاجات دي؟ معقولة انت مركزة في الحاجات للدرجة دي؟ اكيد كلنا بنسمع الكلام ده. هنقول ده برضو بسبب تركيب الدماغ الخاص بالست، وانها بتستخدم الاعصاب اللي موجودة على الجانبين. وبخصوص الموضوع ده هنلاقي رئيس منظمة أبحاث السلوك أصدر تقرير واللي وضح فيه نتائج الاختبار اللي قام بيها على 50,000 راجل وامرأة.
وتوصل من خلال البحث ده في ان في اي فترة من فترات العمر تقدر الست يعني الست بتكون ذاكرتها اقوى من الراجل بكتير، وعندها قدرة اكبر على ربط الاسماء بالوجوه. وكمان قال ان دايما الناس بتتذكر قوي الاحداث العاطفية اكتر من اي حاجة. وبما ان طبعا المرأة هي ملكة الامور العاطفية، وانها بتستخدم مساحة كبيرة جدا من الاعصاب الموجودة في الجزء الايمن من الدماغ. وقلنا زي ما قلنا في بداية حلقتنا ان الجزء الايمن ده هو المسؤول عن العواطف. فالست دايما بتفتكر الحاجات دي بشكل تلقائي. فتلاقي مثلا ان الست فاكرة اول مرة شافت حبيبها باليوم وبالساعة وبالثانية، وتلاقيها فاكرة المكان وكان لابس ايه وواقف ازاي ومين اللي كانوا حواليه، وفاكرة كل حاجة. على عكس طبعا الراجل ما بقاش مركز قوي في الحاجات دي، وممكن كمان ما يكونش فاكرها حتى لو عدى عليها ساعتين. ودلوقتي هقول لكم اهم حاجة، بس بقول لكل الشباب اللي يسمعونا دلوقتي من فضلكم نسمع من سكات ومن غير تعليق. الدراسات كمان أكدت إن الدماغ عند الراجل بيشيخ وينكمش بسرعة أسرع من دماغ الست بكتير. طبعا انا عارفه الموضوع ده يعني ربنا يستر طبعا على كل البنات والستات اللي بيسمعونا النهارده في حلقتنا، واتمنى يا رب انهم يكونوا بخير بعد سماع الحلقه دي. طب يا ترى ايه اللي ممكن ينتج عن اللي احنا قلناه في ان هو دماغ الراجل بيشيخ وينكمش بسرعه اكبر من دماغ الست؟ ده نتيجته ايه على الرجاله؟ اول حاجه هتلاقي الراجل ذاكرته بتضعف اسرع بكتير من الست. كمان بيبقى اقل في الانتباه والتركيز. والاكتر من كده انه ممكن يبدا يدخل في حالات اكتئاب وحساسيه، وتبتدي طباعه تبقى حاده جدا. وكل ما يكبر في السن تلاقي يعني طبيعته بتتغير وحساسيته بتزيد، وكل حاجه فيه ممكن تختلف. عشان كده معظم الستات بيقولوا مثلا ده ما بقاش بيحبني زي الاول، حبه ليا اتغير، ما مش هو ده حبيبي اللي انا اتجوزته، مش هو ده اللي انا حبيته، هو ايه اللي جراله. فياريت كل اللي بيسمعونا دلوقتي يستحملوا اجوازهم على قد ما يقدروا، لان الموضوع ده ما بيكونش بايده. طب يا جماعة ايه اللي بيحصل بالراجل اللي الراجل يسبب له الحاجة دي؟ وايه اللي بيخلي حجم الدماغ يتغير؟ ده يا أصدقائي بيرجع لعدم كفاءة مادة التأيض الموجودة عند الراجل. هو التأيض ده يعني ايه؟ اللي هو استخدام الجلوكوز الموجود في الدماغ. مع مرور الزمن الراجل بيستخدم الجلوكوز بكميات كبيرة جدا. يعني في فترة الشباب بالتحديد الراجل بيستخدم الجلوكوز بنسبة كبيرة، على عكس الست تماما. دماغها قادر على تقليل معدل سرعة التأيض في فترة الشباب، وعلشان كده بتقدر انها لحد ما تحافظ على الذاكرة والانتباه والتركيز لحد اعمار بتكون كبيرة شوية عن الراجل. لكن على الرغم من كل اللي احنا عرفناه عن دماغ المرأة ان هو اكتر تحمل عن الراجل، الا اننا هنلاقي ان دماغ المرأة مش محصن ضد الشيخوخة. لان الدراسات اثبتت ان 3/4 مرضى الزهايمر اللي بالغ عددهم 4 مليون من الشباب. بس الدراسات دي كمان اثبتت ان تعويض الاستروجين ممكن يؤدي لتأخير اعراض المرض عند الستات. يعني هما مش معافين من المرض، كل ما في الامر ان تعويض الاستروجين الموجود عند الست ممكن يؤدي الى تأخير اعراض المرض عند الستات. وبعد كل المعلومات اللي عرفناها احب اقول لكل زوج وزوجة لازم تحتووا بعض على قد ما تقدروا، وتقدروا كمان كل الحاجات دي، ونحد بقى من الجدل والخلافات الزوجية. لان فعلا الفروق دي لو الازواج مش فاهمينها كويس ممكن لا قدر الله تؤدي بيهم للانفصال. واللي اثبتته بعض الدراسات كمان ان من اهم اسباب الطلاق دي الزوج والزوجة بتصرفات بعض، لانهم طبعا مش فاهمين ان اللي بيحصل ده مش بارادتهم، وان الحاجات دي ربنا خلقهم بيها كده، دي حاجة موجودة في تركيب الدماغ نفسه، فمن الصعب ان الواحد يغيرها. فلازم كل واحد منهم يستحمل التاني على قد ما يقدر، علشان يقدروا يكملوا حياتهم بشكل مستقر، ويربوا اولادهم كمان بشكل سليم وصحيح نفسيا واجتماعيا، ومن كل الجوانب اللي هم يحبوا ولادهم يعيشوا في جو يكون مستقر بشكل كبير. وبكده نكون وصلنا معاكم لختام حلقتنا النهاردة. بتمنى يا رب تكونوا استمتعتوا، وكل اللي بيسمعونا يكونوا عرفوا ايه هو الفرق بين دماغ الراجل ودماغ الست. ولو كان في اي حد اي واحدة زعلانة من خطيبها، اي واحدة زعلانة من جوزها لأي سبب، لازم تقدر الفروق اللي موجودة، مش بس فرق الطبيعة وفرق المعيشة واسلوب الحياة. لا سبحان الله، ده طلع فرق كمان في تركيب الدماغ نفسه. فلازم كل واحد مننا يستوعب التاني على قد ما يقدر،
يعني الراجل لازم يستحمل حساسية الست اللي قدامه، وان دايما دموعها بتكون سابقة كلامها، والست كمان تستحمل الراجل سواء كانت في عصبيته لما بيكبر في سنه او عنفوانه في فترة شباب. وكل واحد مننا لازم يقدر التاني على قد ما يقدر على حسب الفترة العمرية والظروف اللي هو بيمر بيها. بتمنى يا رب اشوفكم دايما في كل صحة وكل سعادة، وتكونوا استفدتوا من حلقتنا النهاردة. اشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله يوم الخميس الساعة 6 مساء. كان معاكم النهاردة سالي لطفي والمعدة منار الزميتي. اشوفكم الحلقة الجاية في حلقة جديدة من برنامجكم صحتك تهمنا. أمور كتير شاغلة بالنا وعقلنا، وبندور عليها ونسعى ليها من هنا لهنا، من علوم لفنون لسياسة ورياضة وأي مواضيع ممكن بيها نسلي وقتنا. أما صحتك ورشاقتك ولياقتك هتلاقيها بس عندنا، لأن صحتك هتبقى هي كل همنا. تابعونا كل يوم خميس الساعة 6 مساء مع سالي لطفي والمعدة منار الزميتي على إذاعة علشان بلدنا في برنامجنا وبرنامجكم صحتك تهمنا.